عليكم يا شباب، معاكم احمد بدرو. النهارده هقول لكم الخلاصه. يعني انت اول ما اللعبه هتنزل رسمي هتنزل من ليفل 1 تعمل ايه بالظبط عشان تجيب ليفل 40 في اسرع وقت وباحسن طريقه. تمام. انت اول ما هتنزل هتبتدي تدوس على المهمات اللي فوق دي. يعني انا لما ادوس كده يبتدي يوديني الوحوش واكمل المهمات وهكذا. تمام. هتيجي في ليفل معين هتلاقي ان خلاص المهمه مش راضيه تكمل. يعني مثلا سي انت ليفل مثلا 24، خلصت كل المهمات تلاقي نفسك 50%. بيقولك عشان خاطر توصل 25 لازم توصل، لازم يعني تكمل التلفيل عادي وبعد كده يديك بقية المهمات التانية. تمام. فانت بقى هتلاقي نفسك عطلان مش عارف تعمل ايه عشان خاطر تخش في المهمات التانية. ففي حاجة هنا في الثلاث شروط فوق على اليمين حاجة اسمها اكتيفيتي. تمام. الاكتيفيتي دي بتدوس عليها بيكون مفتوح لك اللوكينج تاور. طبعا اللوكينج تاور ده بيتفتح في ليفل معين. الليفل بالظبط بصراحة مش فاكره. هو أول ما يتفتح تبتدي بقى إيه إن أنت تحاول توصل ليفل 25 عشان تاخد المهمات الجديدة عن طريق اللوكينج تاور. فأنت بتخش أول اللوكينج تاور، هتدوس ستارت باتل، هتلاقي نفسك إيه دخلت. بتلعب زي دنجن كده عشان خاطر إيه تاخد إكس بي. أنا مثلا في فلور 104. مثلا لو انا دخلت وكسبت الفلور هخش على فلور 105 وفلور 106 وهكذا لحد ما هعطل في فلور زي ما انا عطلان في الفلور ده كده. تمام. الفلور ده الوحوش اللي فيه قوية عليا فانا مش قادر اقتلهم، فهضطر كده الفل بره او اعلى في الليفل عشان اقدر ايه اكمل في التاور. فانا دلوقتي مثلا بعد ما دخلت التاور كنت ليفل مثلا 24، جبت 25، اقوم راجع تاني مكمل مهماتي وهكذا، مكمل مهماتي وهكذا، اعطل اقوم داخل تاني لوكينج تاور، اكمل التاور وهكذا. جيت بقى عطلان بقى لي فتره مثلا في تاور خلاص ما بيجيش. هبتدي بقى اعمل ايه السويب. تمام. السويب دي لما انت بتدوس عليها، طبعا انا عشان اوريدي عامل سويب فهي مش ظاهره مظبوط، بس انت ايه بتدوس السويب هنا على اليمين، بتقوم ايه تقول لك مثلا هو زي دلوقتي كده تلاقيه بيقول لي ايه ساعتين والسويب يتم. اول ما الساعتين يخلصوا السويب ايه الهدايا دي انا هاخدها. تمام. طبعا 2 مليون اكس بي ده حبه حلوين، يعني هتلاقي واخد 20 30%. تمام. اول ما يخلصوا تاخد الحاجات دي. تمام. بس بعد ما تاخدهم مش تقدر ايه تخش. يعني أنا دلوقتي هو مش قادر اخش عشان اعمل سويب. مش تقدر تخش بقى تاني وتكمل الطورات بتاعتك غير في تجديد اليوم اللي هو بيبقى الساعة 5 الفجر. فانت الساعة 5 الفجر هتبتدي ان انت تقدر تخش التاور تاني، اما تعمل سويب تاني على حسب بقى انت اصلا تقدر تكمل في التاور وتتطور فيه ولا تعمل سويب. فاهم قصدي؟ فانت كده كده يعني برضو ايه كل ما بتعلى في الليفل كل ما السويب بيبقى احسن. يعني مثلا السويب دلوقتي 2 مليون اكس بي، انت مثلا لو انا تاور مثلا 107 هاخد اكتر، لو انا تاور 110 هاخد اكتر. فانت كل ما تبقى ليفل عالي كل ما السويب ايه بيديك اكس بي اكتر. تمام. فاحنا كده بنتكلم في كذا حاجه مهمين قوي اول ما تبتدي. طبعا المهمات زي ما قلنا اول حاجه، بعد كده اول ما بتعطل بتخش على التاور كمل التاور بتاعك. مثلا عطلت في ليفل خالص ولا عارف تاور ولا عارف مهمات، لازم بقى تروح تعمل ايه سولو او سولو ليفل اب زي الشرح في الفيديو اللي فات او بارتي ليفل اب. تمام. في حاجه هنا برضو زياده اللي هو اللي باك. اللي باك هنا بندوس عليه، ده برضو مهمات بس مهمات صغيره خالص. يعني ايه بتبقى موجوده لو انت في جلد، بتدوس عليه كده بيوديك مكان كده في جنجان. المكان اللي في جنجان ده يعني انت بيبقى فيه ناس عارضة حاجات. يعني ندوس اوبن فريم. سوري مش ناس عارضة حاجات، بيبقى في حاجات كده مهمات منك. يعني مثلا ايه بيقولك لو معاك دي حطها، لو معاك دي حطها. انا مثلا لو دوست كده هيجيلي الاكس بي ده والجولد ده، لو دوست كده هيجيلي الاكس بي ده والجولد ده وهكذا. فاهم؟ فانا مثلا ايه معايا دول فانا دوست كده جالي اهو الاكس بي والجولد، جالي اهو الاكس بي والجولد. تمام كده الدنيا تمام. ببتدي بقى احاول اجيب الباقي بحيث ان انا لو جبتهم ايه همسبميت وهيجيلي اكس بي زيادة. فكل ده بيساعد ان انت تطلع اسرع. تمام. طبعا هنا بيقول لك هاو تو جيت، يعني مثلا عايز تعرف دي تتجاب ازاي. بيقول لك اهو ديفيت سمول ريد سكوربيون، يعني لو قتلت السكوربيون هتجيلك. تمام. طبعا مش عارف تجيبها بقى خالص وزهقت هتدوس هنا على اسكت. اسكت دي يعني تنزل في الجلد. يعني هنا لو دخلت هنا اهو في الجلد في حاجه هنا اسمها اكتيفيتي سبورت اهو نازله هنا. تمام. يعني الناس دي كلها في اللي باك معرفتش تجيب الحاجات دي فحطيتها يمكن حد يجيبها لها ويساعدها. وانت طبعا لما بتساعد حد بتاخد ايه بوينتات جلد زياده. هنا بيقول لك مثلا ايه ايجي ده ايجي شيتا عايز 3 من دي. لو انا معايا هيبقى كاتب لي هنا ايه رقم 1 او 2 او 3. يعني مثلا هنا دي معايا واحد اهو ممكن اساعده بواحد. اخش ادوس هيلب مثلا كده كده هو راح يتلو الواحد فيقدر يحطها في اللي باك فالاكس بي بتاعه يزيد. فالجلد بتساعد قوي في الحته دي لو انت عايز تعلي برضو اكس بي بتاعك. مثلا هو اولد ليدي في 25 واحده، هو عايز 3 هديله ال3 بتوعه كده هو اخدهم وهكذا. تمام.
فيعني هي دي اهم حاجات في التلفيل الفترة الجاية من ليفل 1 لليفل 40. وبعد كده ان شاء الله يعني هيبقى في شرح حاجات اكتر كتير. اللعبة فيها تفاصيل كتير جدا، مش قادر اشرح كل حاجة بصراحة، بس مع الوقت ان شاء الله كل حاجة تكون موجودة. شكرا.